حلقة النهاردة من الأمثال هنعمل زي الجمل بالظبط. هنحاول إن إحنا نفكر في المثل الأول بعد كده نقوله، عشان كده كتبت لك الأمثال بالعربي مش بالإنجليش. هلو، أنا سيف الله وأنت بتسمع سلسلة كل 6 شهور لغة. صدق يا مؤمن إن النهاردة الحلقة الرابعة من كورس المثل بيقول إيه. حاول إنك أنت تفكر قبل ما تسمع الإجابة. معظم الأمثال دي بتترجم ترجمة حرفية، فسهل إنك أنت إن شاء الله تجيبهم. ناخد 5 أمثال بس ولكن صعبين سيكا، عشان كده هنكتفي ب5 بس النهاردة. يلا بينا. أول مثل بنقوله للناس الكسولة اللي مش بتصحى بدري، بنعرفهم إن في البكور بركة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، فبنقول لهم اصحوا بدري علشان تلاقوا الزبد. المثل بيقول الطائر المبكر يحصل على الدودة. The early bird gets the worm. The early bird gets the worm. المثل الثاني بيقول كثير من الأيادي تسهل العمل، اللي هو بالمصري لو انت مصري هتلاقيك بتقول ايد لوحدها ما تسقفش. Many hands make light work. Many hands make light work. Many hands make light work. المثل الثالث من الأمثال المهمة جدا، خدنا شبيه ليه قبل كده، وده النوع الثاني من المثل ده. المثل ده بيقول لا تحكم من خلال المظاهر. حاول انك انت تجيبها. كلمة المظاهر ما خدناهاش قبل كده، بس ممكن انت تكون قرأتها في قصة ما او في مكان ما. لا تحكم من خلال المظاهر. Don't judge by appearances. Don't judge by appearances. لا تحكم لمجرد المظاهر أو من خلال المظاهر. 4. الطيور على أشكالها تقع. الطيور على أشكالها تقع. طبعا ده بيتقال في الخير وفي الشر، إيجابيا وسلبيا. يعني لما الاقي شلة هم كلهم شوية فسدة مع بعض بنقولها، ولما الاقي شلة كلهم صالحين برضو ممكن أقول المثل دوت. Birds of a feather flock together. Birds of a feather flock together. طيور على أشكالها تقع. المثل الخامس بنقوله لما حد مثلا يختار حاجة وبعد كده ما تبقاش على هواه، أو لما واحد ياخد طريق سيء فيلاقي النتائج سيئة، أو لو طبعا واحد خد طريق جيد فلا نتائج جيدة. فبرضه بينفع في الاتجاهين، الاتجاه الإيجابي والاتجاه السلبي. مثل بيقول بالعربي كما تزرع تحصد. اجني ما اقترفته يداك. اللغة العربية الفصحى كما تزرع تحصد. As you sow, so shall you reap. As you sow, so shall you reap. As you sow, so shall you reap. كما تزرع تحصد. 5 أمثال عايزك تحفظهم زي اسمك. لما تلاقي واحد في مستواك أو أعلى منك شوية حاول إنك أنت تستخدم الأمثال دي معاه علشان يثبتوا دايما في الذاكرة. أشوفك إن شاء الله بكرة في كورس جديد، والسلام عليكم.